وانا في ثانوي بابا قال لي جمله ما انساهاش لحد دلوقتي. قال لي البنت عامله بالظبط زي كوبايه اللبن، قلبها ابيض وصافي وجميل. كوبايه اللبن دي اذا مثلا كلمت شاب قال لها بحبك، قال لها تعالي نخرج مع بعض، المهم ان هو عكر صفو قلبها وبدأ يوعدها بحاجات مش بتحصل، ودخلت في علاقات غرامية وغيره 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 من الذنوب والمعاصي. كوباية اللبن دي للأسف بتتحول. محدش بقى يقدر يرجع مرة تانية صفو كوباية اللبن. كذلك قلبك وكذلك مشاعرك، مش أي حد كده معدي على قارعة الطريق يستاهلها. قلبك وحبك ومشاعرك يستاهلوا إن ما يدخلش فيهم ولا يختلط بيهم غير زوجك حلالك وفقط. فصفي كوباية اللبن بتاعتك واحفظيها وخليها تمتزج بزوجك. خلي أول كلمة بحبك اللي يقولها لك زوجك، وأول لمسة إيد تبقى منه، وأول نظرة عيون تبقى برضه منه، أول قصة حب وأول رومانسية تعيشيها خليها معاه. نسيت أقولك، اللي بيبدأ في الحلال وفي النور قدام الناس كلها وبيخبط على بابك ويطلبك عمره ما هيتساوى باللي بيبدأ في الحرام وبيبدأ في الضلمة وفي الدرة وفي الخوف. شتان ربنا يعدل ما بين الاتنين. فلو عندك أي علاقة محرمة تخافي إن ربنا سبحانه وتعالى يشوفها ويطلع عليها، وقفيها دلوقتي. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.